إحصائية هتصدمك. بص كده معايا الإحصائية دي. الهلال مع ريال مدريد، المباراة اللي انتهت 1-1، الهلال مسدد مرتين على المرمى، أحرز هدف. وفي مباراة الهلال مع باتشوكا، الهلال مسدد 3 مرات على المرمى، أحرز هدفين. في مباراة الهلال مع مانشستر سيتي التاريخية، الهلال مسدد 6 مرات على المرمى، أحرز 4 أهداف. تعالى بقى للنادي الأهلي. في مباراة الهلال مع انتر ميامي الأمريكي، الأهلي مسدد 8 مرات على المرمى، ما أحرزش ولا هدف. وفي مباراة الأهلي مع بالميراس، الأهلي مسدد 3 مرات على المرمى، وكالعادة ما أحرزش ولا هدف. وأخيرا في مباراة الأهلي مع بورتو البرتغالي، الأهلي مسدد 12 مرة على المرمى، أحرز 4 أهداف فقط. الفارق يا جماعة ما بين الأهلي والهلال في جودة اللعيبة يا جماعة. الهلال من أقل عدد تسديدات ممكن بيقدر إن هو يوصل للهدف وبيقدر إن هو يحرز أهداف. والنادي الأهلي برغم تسديداته الكتير جدا على مرمى الخصوم في كأس العالم للأندية، إلا إن جودة اللاعبين ما بتسمحش إن الأهلي يحرز أهداف. ده بالإضافة طبعا للعقلية والمنتاليتي. لاعب الهلال مصدق إن هو هيحرز هدف فبيحرز الهدف، لكن لاعب الأهلي متأكد إنه لا هيكسب ولا هيحرز هدف ولا هيعمل أي حاجة، فبالتالي الفرصة بتضيع وما بيحرزش أهداف.